قيادات في اليمن أعلنوا بشكل واضح أنهم مش هيكملوا استهدافهم للمواني والسفن سفن الكيان في البحر الأحمر، لكن كمان عندهم خطط لتوسيع بنك الأهداف خلال الفترة القادمة. وده اللي خلى الإعلام العبري يطلع تحذيرات غير مسبوقة من احتمال توجيه اليمن رسائل صاروخية شديدة اللهجة خارج حدود البحر الأحمر. بعض المحللين في المنطقة وصلوا لدرجة أنهم بيتكلموا أن التهديدات دي ممكن تطال رموز اقتصادية بارزة زي برج خليفة في دبي، باعتباره أيقونة اقتصادية وسياسية على مستوى العالم، ورسالة قوية لأي تحالفات بتقف بجانب تل أبيب. ورغم أن التهديدات دي لسه في إطار الكلام والتصريحات، لكن مجرد تداولها في الإعلام الدولي كفيل أنه يزود التوتر ويخلي المنطقة كلها تعيش على واقع احتمالات مفتوحة، اللي مؤكد أن المواجهة بين الحوثيين وتل أبيب خرجت عن إطارها التقليدي خلاص، وأصبحت معركة فيها رسائل إقليمية ودولية ممكن تعمل قلب لكل الموازين في الصراع في لحظة واحدة. الدنيا في منطقة الشرق الأوسط بطبيعة الحال مش هادية تماما، التطورات ماشية بسرعة كبيرة، كل ساعة بيظهر جديد بيغير شكل المشهد بالكامل. النهاردة في تقرير موسع من صنعاء حتى طهران ومن تل أبيب للقاهرة مرورا بالرياض وواشنطن علشان نرسم صورة أوضح للصراع اللي بيغلي في منطقتنا، منطقة الشرق الأوسط. صنعاء أحد القادة البارزين في اليمن أعلن أنهم هيدخلوا أسلحة جديدة ومتطورة في المواجهة ضد تل أبيب، وبيتكلم أن الفترة القادمة هتشهد مفاجآت عسكرية غير متوقعة، ده ردا على تصريحات وزير الدفاع العبري اللي هدد برفع العلم فوق العاصمة اليمنية صنعاء. قيادي يمني تاني بيتكلم ان الكلام ده خيال، وازاي هتحتلوا صنعاء وانتم مش قادرين تحموا موانيكم وسفنكم اللي بتستخبى تحت اعلام دول تانية. من البحر الأحمر، وكالة رويترز للأنباء كشفت أن الإمارات أنشأت قاعدة عسكرية جديدة في إحدى الجزر قبالة السواحل اليمنية. القاعدة دي فيها مدرج طيران طويل ورصيف بحري ومنشآت لاستيعاب قوات ومروحيات، والأهم أن الكلام بيقول أن القاعدة اتعملت بالتعاون مع واشنطن وتل أبيب. نيجي لمصر، مواقع عبرية يعني في مفاجأة اتفجرت، ومواقع عبرية أكدت أن أجهزة الأمن هناك رصدت استعدادات عسكرية ضخمة في شبه جزيرة سيناء، إنشاءات تحت الأرض وتمديد مدارج للطيران، رغم أن مفيش أدلة مؤكدة على وجود صواريخ، إلى أن القاهرة لم تقدم أي تفسير واضح، وده خلى تل أبيب في حالة قلق شديد. الموضوع كبر لدرجة أن نتنياهو نفسه حسب تقارير عبرية طلب تدخل مباشر من ترامب للضغط على القاهرة علشان تقلل وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء. على الجبهة الفلسطينية موقع عبري بيتكلم أن 70,000 جندي للكيان بيشاركوا في العمليات داخل القطاع المحتل، والعدد مرشح أنه يزيد. في نفس الوقت قطر بتطالب باعتذار رسمي من تل أبيب عن الهجوم الأخير، مقابل أنها ترجع تلعب دور الوسيط في المفاوضات. أما في القارة الأوروبية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن بلاده معاها دول تانية ناوية تعترف رسميا بدولة فلسطين خلال مؤتمر في نيويورك الأسبوع القادم. الخطوة دي وصفت أنها ثورة دبلوماسية ضد عاصمة الكيان. على صعيد التحالفات، وكالة رويترز كشفت أن السعودية سلمت إيران وثيقة فيها تفاصيل اتفاق دفاعي موقع مع باكستان، وأكدت أن المملكة مش هتطبق علاقتها مع تل أبيب إلا بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة. طهران رحبت بالخطوة واعتبرتها دعم واضح للقضية الفلسطينية. من الرياض نروح لطهران. أحد نواب البرلمان الإيراني أعلن نجاح أول اختبار لصاروخ باليستي عبر للقارات. كمان مسؤولين إيرانيين بيتكلموا بشكل مباشر، إحنا ما صنعناش سلاح نووي حتى اللحظة، لكن نقدر نصنعه في أي وقت. الرئيس الإيراني شدد إن أي استهداف لمنشآتهم النووية مش هيغير حاجة، وإنهم يستطيعوا إنهم يعيدوا بنائها أقوى من الأول. وفي موضوع أيضا أو سياق آخر،
وفي خريطة الصراع الدولي الإعلام الغربي كشف عن اختراق روسي جديد لدولة عضو في الناتو. الموضوع عامل قلق كبير داخل الحلف. تل أبيب من ناحيتها بتحاول أنها تعيد الاعتبار لنفسها أمام موسكو اللي أصبحت لاعب مؤثر في المنطقة بشكل كبير جدا. اللي بيحصل النهاردة مش مجرد أخبار متفرقة، ده مشهد كامل بيتشكل بسرعة رهيبة. تحالفات جديدة، مواجهات عسكرية مفتوحة، حروب، تصريحات بين قادة العالم، كل ده بيحصل في نفس اللحظة. يعني من البحر الأحمر حتى القطاع المحتل، ومن طهران لتل أبيب، ومن القاهرة لواشنطن، الصورة واضحة. المنطقة رايحة لمرحلة أصعب، وكل الأطراف بتستعد لسيناريوهات أسوأ من ما مضى. مكملين معاكم عن أخبار نارية ومدوية وخطيرة، لكن قبل ما نكمل دعم الفيديو باللايك والاشتراك وشير الفيديو في كل مواقع التواصل الاجتماعي. صنعاء بتلعب لعبة أعصاب مع تل أبيب، ضربات بالطيارات المسيرة والصواريخ بتوصل لأعمق مما أي حد يتخيل. الدفاعات الإسرائيلية واقفة تايهة، مش عارفة هي بتواجه هجوم حقيقي ولا دي مناورة مخدعة. السؤال الأهم، هل اللي جاي مجرد بداية لشرارة الجحيم؟ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ بالفعل 4 عمليات عسكرية عملت قلبان للموازين. الأولى استهدفت مبنى هيئة الأركان في يافا المحتلة بطائرات صماد 4. الثانية ضربت محطة كهرباء الخضيرة. الثالثة وصلت لمطار اللد. والرابعة دوت في ميناء أسدود. كل الأهداف دي اتصابت بدقة، وده معناه ان العقيدة عند الكيان اللي بيتباهى بحصانتها اصبحت حاليا تحت النار المباشر من اقصى جنوب البحر الاحمر. مش كده وفقط، القوات اليمنية نفذت عملية مشتركة بين الطيارات المسيرة والقوى الصاروخية، استهدفت إحدى السفن العملاقة العبرية بصاروخ مجنح وضربتين مسيرتين. النتيجة كانت إصابة مباشرة. الرسالة واضحة جدا، البحر الأحمر والبحر العربي مش آمنين للسفن العبرية تماما. طبعا دي تعتبر لعبة أعصاب. كل الإعلام العبري حاليا بيتكلم عن هجوم حوثي غير مسبوق جاي في الساعات القادمة. التسريبات الاستخباراتية دي مش بس بتعمل رعب في الكيان، لا دي كمان بتخلي المنطقة بالكامل، منطقة الشرق الأوسط بالكامل كلها في حالة توتر. حتى بريطانيا تحدثت بصراحة ده مجرد استعراض قوة وبروفا للي جاي. اللي جاي ممكن يكون أقوى، وده على لسان كل المحللين البريطانيين هم اللي أكدوا هذا الحديث. رغم الحصار البحري اللي الحوثيين بيحاولوا يفرضوه، موانئ الكيان مليانة سفن سواء تركية أو سفن مصرية. 53 رحلة تجارية بين موانئ مصر وتركيا وتل أبيب اتسجلت في أسبوع واحد فقط. هنا بنسأل، هل دي مجرد تجارة بريئة ولا غطاء لكسر حصار حوثي وإمداد الكيان بما يحتاجه في ظل فرض الحصار الخانق من أقصى جنوب البحر الأحمر؟ جوه الكابينت الإسرائيلي الخلاف مولع. وقبل ما نكمل الجزئية الخطيرة دي في تفاصيل الفيديو، حابين نسمع رأيكم في قصة التجارة اللي بتحصل ما بين مصر وتركيا والكيان و53 رحلة تجارية. هل هي فعلا دي تجارة بريئة بين الثلاث دول ولا ده غطاء لكسر الحصار؟ شاركنا برأيك في التعليق أسفل الفيديو. قادة الجيش والموساد والشباك بيتكلموا لازم هدنة تحصل ونرجع على الأقل 10 محتجزين. رئيس حكومة الاحتلال واقف ضد أي صفقة يتم عقدها، شايف أن مجرد هدنة هتضيع فرص استكمال الحرب. الموضوع وصل لدرجة أن رئيس الأركان إيال زمير هاجم الوزراء واتكلم فين كنتوا وقت 7 أكتوبر. جيش الاحتلال أعلن أنه هيجند بالفعل 60,000 مجند من الاحتياط علشان يجهز لعملية اجتياح القطاع، لكن التقديرات نفسها حتى اللحظة بتتكلم ان العملية دي ممكن تخسر الكيان حوالي 100 جندي على الأقل. يعني باختصار الجيش نفسه مش مقتنع بجدوى العملية، وشايف ان ممكن تكون الخسائر أكبر بكتير من المكاسب اللي يتحصل عليها جيش الاحتلال. خرج محمود عباس
وطلع في إحدى المقابلات واتكلم إنهم مش هيسكتوا، بس المقاومة هي مقاومة سلمية مش مقاومة مسلحة. تصريح يبان إنه ضعيف لكن بيعكس حالة من الانقسام الفلسطيني حوالين أسلوب المواجهة. ترامب من جانبه أعلنها بشكل مدوي للعالم إن تل أبيب فقدت نفوذها في واشنطن، واتكلم إن من 15 عام كان عندها أقوى لوبي في الكونجرس، حاليا خلاص انتهى الكلام ده. كمان أكد إن الكيان ممكن يكسب الحرب عسكريا لكن هيخسرها إعلاميا، وده أخطر من الهزيمة العسكرية. في مصر جارة الكيان، مصر استضافت أكبر مناورة عسكرية إقليمية، هي مناورة النجم الساطع بمشاركة 43 دولة بينهم جيش الاحتلال نفسه، بالإضافة لتركيا، الإمارات، البحرين والمملكة العربية السعودية. الإعلام الغربي وصف المناورة دي إنها غطاء لمنح شرعية للتحركات الإسرائيلية في القطاع. السؤال: إزاي دول عربية بتشارك في مناورات مع الكيان في عز ما الحرب شغالة؟ صحيفة التلجراف البريطانية فجرت مفاجأة إن النهاردة إيران عندها مواقع نووية تحت الأرض أقوى من فرودو، أنفاق بعمق 160 متر، محصنة لدرجة ممكن تصمد أمام انفجار نووي يحصل عليها. مجمعات في طنج وأصفهان الأمريكان فشلوا يدمروها، منها حاجة يعني بكلمة تانية يعني أي ضربة أمريكية جاية ممكن تبقى بلا أي قيمة تماما. حتى لو وصلنا إلى الهند بتحط إيديها مع خصومها علشان تواجه الولايات المتحدة. فنزويلا بتعلن شروط قاسية لأي تفاوض مع واشنطن. روسيا والصين بيقفوا بالمرصاد لأي عقوبات جديدة على إيران. احنا حاليا مش بنتكلم عن ضربات متفرقة، احنا هنا بنتكلم عن حرب متعددة الجبهات. اليمن بيدق قلب الكيان، إيران محمية بتحصينات نووية، بالإضافة لوقوف روسيا والصين بجانبها. الخليج في موقف مرتبك جدا، الولايات المتحدة عاجزة عن فرض السيطرة زي زمان. اللي بيحصل النهاردة مش مجرد حرب، ده إعادة رسم لخريطة الشرق الأوسط بالكامل. السؤال اللي لازم نسأله وياريت تجاوبونا في التعليقات أسفل الفيديو: مين اللي هيكسب لعبة الأعصاب دي؟ هل تل أبيب هتصمد ولا صنعاء هي اللي هتكتب التاريخ فيما هو قادم من أسابيع وشهور وسنوات؟ شاركنا بالتعليق أسفل الفيديو. المكمل معانا لسه معانا أخبار نارية ومدوية، لكن قبل ما نكمل دعم الفيديو باللايك والاشتراك. خلاص العد التنازلي بدأ بالفعل، واشنطن أعلنتها وبشكل صريح أن الاتفاق مع الحوثيين انتهت صلاحيته تماما وحان وقت الحرب. لكن المفاجأة المدوية والصفعة الكبرى اللي تم توجيهها من صنعاء من اليمن جه بشكل أسرع مما كانوا متخيلين. احنا مستنيينكم، والمعركة المرة دي مش جوه اليمن، دي هتولع في قلب الخليج بالكامل، من أبراج خليفة حتى شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية. هنا السؤال: هو العالم داخل على حرب جديدة في اليمن، ولا المشهد بكده بقى أكبر بكتير ومجرد شرارة هتفتح أبواب جحيم في المنطقة بالكامل؟ بعد شهور من الهدنة الهشة، أمريكا فجأة قلبت الترابيزة. البنتاجون والخارجية الأمريكية استلموا الملف اليمني بالكامل، والخطة المرة دي مش بس عسكرية، لا دي سياسية واقتصادية كمان. ضربات اقتصادية خانقة ضد حكومة صنعاء، تحركات في مجلس الأمن لإعادة تشكيل المشهد السياسي، وأوامر للقوات الموالية للتحالف بحالة تأهب قصوى على خطوط التماس. لكن المشكلة الأكبر: الحوثيين المرة دي مش في وضعية دفاعية، بالعكس مستنيين لحظة الانفجار. وزير الدفاع في صنعاء اللواء محمد ناصر العاطفي طلع بتصريح يعتبر تصريح ناري. اتكلم وقال: المعركة الجاية مش في اليمن، نيرانها هتولع في الإمارات وفي السعودية. بكلمات تانية: أي حرب جديدة معناها أن أبراج دبي وأرامكو في السعودية هيدخلوا في مرمى الصواريخ والطيارات المسيرة. دي مش مجرد تهديدات إعلامية، دي رسالة للعالم كله إن اليمن أصبح لاعب إقليمي مش سهل تماما.
المشهد يرجع تاني لأمريكا، البلد اللي افتكرت ان حرب اليمن خلاص اتحطت ورا ظهرها بعد الاتفاق الهش اللي حصل. لكن الحقيقة الواقعة واشنطن ما نسيتش ابدا الجروح اللي اتفتحت هناك، ولا الخسائر اللي تكبدتها، ولا الفضائح اللي منيت بها حاملات الطائرات من اول غارات فشلت انها تحقق اهدافها لحد الطيارات المسيرة اللي رجعت حاملة الطائرات الأمريكية مغلوبة على أمرها من البحر الأحمر. اليمن كان بالنسبة لأمريكا الجرح المفتوح. المتحدث باسم وزارة الدفاع والخارجية الأمريكية اتكلم بصراحة، ملف اليمن لازم يتقفل، مش بس عشان الحوثيين لكن علشان أمن أمريكا ومصالحها في المنطقة. الكلام ده معناه إن اللعبة رجعت تتلعب على مستوى عالي تماما. البنتاجون والخارجية نفسهم بقوا بيديروا الملف بشكل مباشر، مش مجرد وكلاء أو حلفاء زي السعودية والإمارات. الخطة الأمريكية الجديدة بتتكلم على تصعيد عسكري غير مباشر بأوامر للقوات الموالية للتحالف في عدن بحالة تأهب قصوى، وتجهيز الجبهات الحدودية كأن الحرب تولع النهاردة قبل بكرة. أيضا تحركات سياسية ودبلوماسية، محاولات أنهم يعيدوا تشكيل الفصائل اليمنية الموالية، وكمان تحصل حروب اقتصادية خانقة. وزارة الخزانة الأمريكية بتضغط بالعقوبات في خطة لتكثيف منابع الاقتصاد في صنعاء علشان يضعفوا من وجوده تماما. ليه حاليا الكلام ده بيحصل؟ لأن واشنطن شايفة أن الحوثيين بقى عندهم نفوذ أكبر بكتير من 2015، ولأن البحر الأحمر اتحول لساحة سيطرة حوثية، وده بيهدد الملاحة العالمية وأمن الكيان بالكامل. ولأن أمريكا نفسها مش عايزة تسيب الساحة فاضية لروسيا ولإيران يلعبوا فيها براحتهم، لذلك بتلجأ لهذا الحديث. التحذيرات الحوثية ما كانتش كلام وخلاص. تركيا نفسها اللي طول عمرها بتحاول تمسك العصاية من النص رضخت وبدأت تشدد إجراءاتها على حركة السفن في موانيها. أي سفينة تدخل لازم تثبت إنها مش ماشية على خط الكيان. المشهد وصل لدرجة إن البحر الأحمر بقى بيتوصف بالمقبرة العائمة للسفن. أمريكا حاليا عملت لعبة استخباراتية قديمة جدا، لكن أعادتها من جديد. أمريكا اشترت طيارة مسيرة إيرانية علشان تبدأ تفك شفرتها وتعمل نسخ منها. إيران بترد بتهديد صريح لكل الدول اللي عاملة تطبيع مع الكيان، استنوا عقوبات خانقة هتحصل. روسيا في نفس التوقيت بتكشف المستور شحنة سلاح ضخمة نقلتها الإمارات لتل أبيب. المشهد هنا مش بس حرب صواريخ، دي شبكة تجسس وتهريب وسلاح وحرب اقتصادية متوازية بتحصل على الأرض. كل التقارير الغربية فضحت الحقيقة. إسرائيل عاجزة أمام اليمن. من أكتوبر 2023 الحوثيين عاملين تصعيد بحري وجوي شل موانئ العدو تماما وضرب اقتصاده. محطات الكهرباء في صنعاء انضربت بس من غير أي نتيجة، في حين الحوثيين قدروا يعيدوا بناء قدراتهم بسرعة. الأزمة وصلت لحد نقص الغذاء جوه الكيان نفسه. يعني تخيل إن صوامع حيفا اللي كانت بتفرغ 200 ألف طن حبوب يوميا بقت بالكاد بتوصل ل6000 طن فقط. يعني ببساطة أزمة جوع بتخبط على أبواب تل أبيب بسبب هجمات الحوثيين علشان يذوقوا ما يفعلونه في القطاع المحتل اللي بيئن من عدة أشهر. صحيفة غربية كشفت فضيحة السلاح الإماراتي. طيارة شحن عسكرية إماراتية من طراز اليوشن وصلت لتل أبيب محملة ب40 طن سلاح. السبب علشان يهربوا من البحر الأحمر بعد ما الحوثيين قدروا أنهم يسيطروا عليه بالنار وبالتهديد. المشهد بيأكد أن الإمارات بقت مش مجرد مطبعة، دي بقت شريان سلاح للكيان. الكل حاليا على أعصابه. واشنطن عمالة بتحشد، صنعاء بترسم خرائط استهداف جديدة لعملاء الكيان في المنطقة اللي حواليها. تركيا متورطة غصب عنها
بسبب العلاقات القوية والتاريخية مع الكيان. أما إيران فواقفة أمام السلاح ومنتظرة وبتراقب التوقيت المناسب، مع أيضا روسيا اللي بتراقب وبتضغط من باب تاني، باب الجولان وباب سوريا. واللي زود الطينة بلة ترامب بيرجع للساحة وبيهدد روسيا بوقف المفاوضات، وبنفس الوقت بيحرك غواصة نووية أمريكية ناحية فنزويلا وبيحط مكافأة على رأس رئيسها. يعني الصراع مش بس في اليمن، ده بيتوسع لحد أمريكا اللاتينية بسبب الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية.